عمرك حضرتك شفت اب ما يعرفش اي حاجه عن دراسه ابنه؟ في اب في الدنيا ما عندوش اي وجهه نظر عن تعليم عياله؟ الله. طب بدفع ليه؟ بصرف عليهم ليه؟ بقوا طالب بالفلوس وبتحبس بسبب عدم الدفع ليه طالما ما بشوفش عيالي وما بربيهمش وما بشاركش في تكوين شخصيتهم ولا ليه؟ على فكره انا ما عنديش اي مانع ابدا ان الست تبقى دي وجهه نظرها في الرجاله دي، بس في الرجاله دي اللي ما يستحقوش كلمه بابا. لكن انا واللي زيي هنموت في حضن من عيالنا ومش عارفين. ثالثا يا فندم ترتيب الحضانه. الاب والام هما الاتنين مع بعض يبقوا رقم واحد، يجي بعديهم الجده ام الام والجده ام الاب. ليه دايما بنعدي الاب كانه مش موجود ونروح لحد تاني؟ رابعا بقى وده الاهم، حق الاستضافه يبقى بدل حق الرؤيه، يعني على الاقل لو يومين 3 في الاسبوع. يا نهار اسود، يا نهار اسود، شايف عايز يعمل ايه؟ يا فندم الاب محتاج ينام وبنته في حضنه، محتاج لما يصحى الصبح يوديها المدرسه، ولما ترجع من المدرسه يذاكر لها ويقول لها ها يا حبيبتي عملتي ايه النهارده في يومك. محتاج يلعب معاها ويفكر معاها، محتاج يشوف ايه اللي يفرحها وايه اللي يحزنها. ايوه من حقه يشوفها تكبر وهي نازلة قدام لك. عينه، كل ده من حقه. انا نازله اشوف امجد وجاي.